فصل المتغيرات. تمرين، نقول لي 1 زائد واي دي اكس زائد 1 اكس دي واي. تمام، هنقول ونخليها صفرية بالصورة هذه. 1 زائد واي دي اكس ناقص 1 زائد اكس دي واي بتساوي صفر. كويس، بتساوي صفر. نجول المسألة زي هذه، نجول المسألة زي هذه. شو بندير لها؟ أول شيء أنا هذه عندي دي إكس، وهذه عندي 1 زائد واي، وهنا عندي 1 زائد إكس، وهنا دي واي. كويس، معناها بنحاول نخلوا الإكس مع الإكس والواي مع الواي، الإكس مع الإكس والواي مع الواي. كيف؟ أنا هنا عندي إكس، إذا لازم نجيب لها هذه إكس، وهذه واي نجيب لها الواي. في هذه الحالة أبسط أنواع المعادلات التفاضلية بنقول بالقسمة على. أنا هنا دي إكس، عندي إكس هنا ما عنديش، إذا نقسم على الواي، نقول 1 زائد واي. طيب تعال هنا واي، عندي هنا واي، عندي واي ما عنديش، نتخلص من الإكس، نتخلص من الإكس، نقول 1 زائد إكس. إذا هنا الإكس هنتخلص من واي، هنا واي نتخلص من الإكس، هنقوله 1 زائد واي. المقام من هو 1 زائد واي في 1 زائد إكس، وهنا عندي دي إكس ناقص، وهنا 1 زائد إكس على 1 زائد واي في 1 زائد إكس، وهنا عندي الدي واي، وهنا الصفر. لو قسمت هنا على نفس الكلام هذا هيطلع لي بصفر، يعني ما ندوراش. نجي بعدها هنختصره، شوف نختصر، هتمشي هذه، شوف هذه مشت مع هذه عشان أصبح عندي تعال معاي، أصبح عندي دي إكس، هي دي إكس على 1 زائد إكس ناقص. طيب تعال معاي، هذه 1 على إكس مشت مع 1 على إكس، شين قاعد عندي؟ دي واي على 1 زائد واي، وأنا صفر. حل المعادلة التفاضلية معناها كامل، حل المعادلة التفاضلية معناها كامل. هنكمل الطرفين، تكامل الطرفين، الطرف الأيمن والطرف الأيسر. هنا في أشياء بقى، تكامل دي إكس على 1 زائد إكس ناقص تكامل دي واي على 1 زائد واي. أنا تكامل الصفر هنحط سي، تكامل الصفر سي اللي هو ثابت. كويس. في تكامل الكسور عندي 3 حالات، 3 حالات لازم تنتبه لها. هل درجة البسط أكبر من درجة المقام، درجة البسط نفس درجة المقام، أو أصغر؟ هذه حاجة. ثاني شيء، هل نقدر نبسط البسط أم لا؟ ثالث شيء، هل البسط مشتقة المقام؟ هنجو هنا البسط، نسأل نفسك، اسأل نفسك أول شيء، اسأل نفسك هل البسط مشتقة المقام؟ هنا 1 زائد إكس مشتقتها بكم؟ بواحد. إذا البسط مشتقة المقام. إذا كان البسط مشتقة المقام، الإجابة لن المقام، الإجابة لن المقام. إذا هنقولوا لن 1 زائد إكس، كويس، ناقص، هذه من عندي، هذه دي واي دي إكس، دي واي على الدي إكس. تمام، دي واي على الدي إكس، هذه دي واي، هذه دي واي 1 زائد واي. هنقول لن المقام، لن 1 زائد واي، صح؟ وهذه السي. هذا حل انتهى، الحل هنا انتهى. طيب هل نقدر نبسط؟ هنقدر نبسط طبعا. التبسيط انت بروحك تقدر تجيبه ولا لا؟ تعال نشوف. انا عندي لن A ناقص لن B بيساوي لن A على B. يعني هنا ممكن نديره لن 1 زائد إكس على 1 زائد واي وبتساوي سي. تمام. وممكن تبسط خطوة أخرى بأخذ إي للطرفين، الثابت إي أس لن 1 زائد إكس على 1 زائد واي بتساوي إي أس سي. تمام. نشوف هنا اللن مع اللن مع الإي كأنه
مقدارها واحد، نقول واحد زائد اكس على واحد زائد واي. هذا اي والسي ثابت، هو ثابت، دي سي واحد. وهذا حل المعادلة التفاضلية، هذا محل المعادلة التفاضلية. سؤال آخر مفروض جميعكم يجاوبه بسهولة. سؤال بيقول لي، تمام، بيقول لي دي زد على دي سيتا، طبعا اي السالب زد ساين سيتا، ساين سيتا. كويس، بتخليها صفرية، كويس، بتخليها كما هي، كويس، لأن أنا شبه منفصلة. أنا بأول خطوة بتشوفها التفاضل، التفاضل والتكامل بالنسبة لمنه. التفاضل يكون بالنسبة لمنه والتكامل بالنسبة لمنه. هذا أول شيء لازم أنت تلاحظ في المعادلات. أنت عندك هنا دي سيتا، هنا عندك في شيء سيتا، لكن هنا عندك سيتا، عشان أصبحت معاي دي زد، معاي دي زد بتساوي اي السالب زد ساين سيتا دي سيتا. بقى يا استاذ شوف معاي، انا عندي هنا اي والسالب زد ملهاش علاقة بهذين الزوز، اقسم عليها. قسمت يا استاذ دي زد على اي السالب زد، تمام، عشان اصبحت عندي ساين سيتا دي سيتا، تمام. كويس، اصبح الان هذا هنجيبها في البسط. لما تجيب في البسط هتغير الاس، هنا اس سالب اصبح اس موجب، اي اس زد دي زد بتساوي ساين سيتا دي سيتا. إذا شو من أول خطوة الثانية شو نكامل تكامل بالنسبة لمنه؟ بالنسبة لزد وبالنسبة لسيتا. إذا نقول تكامل إي الزد دي زد بتساوي تكامل ساين سيتا دي سيتا. كويس، سيتا وزد هذين رموز متغيرات، مش تقول لي تقدير وما تقدير، لا متغيرات، هذين أي متغيرات حطها الدكتور عادي. هنقول تكامل اي اس زد، هي نفسها تنزل اي اس زد. تكامل الساين كوساين، كوساين سيتا، حط ثابت التكامل هنا. تكامل الساين عبارة عن شنو؟ سالب كوساين، تمام، ما تنساش عكس بعضهن. طيب هنخلوها صفرية؟ مش ضروري، هندخل الداخل ونخلي السي في الطرف الآخر كصفرية، أو بنقولوا سي أس زد، اي أس زد زائد كوساين سيتا بيساوي سي. لو خليتها صفرية معناها السي بندخل الداخل، اي أس زد ريتها زائد كوساين سيتا، وممكن نكتب هيك ريتها سي عادي، دخلتها من الطرف الآخر بإشارة مخالفة عادي، أو بتكتب سي واحد. يعني هنا جبتها سالب، جبتها موجب، أو خليتها سي واحد وريحت روحي وخليتها صفر عادية. وصلت؟ تمام. هذا فصل المتغيرات، هذا فصل المتغيرات. أوجد حل المعادلة، المعادلة التفاضلية. أوجد حل المعادلة إي أس إكس كوساين واي دي إكس بتساوي واحد زائد إي أس إكس ساين واي دي واي، وقال لك هذه بتساوي صفر. الخطوة الأولى أبحث عن منه؟ عن دي واي وعن دي إكس، حاجة مش متعلقة بها اقسم عليها. ابحث عن الدي واي وعن الدي إكس، حاجة مش متعلقة بها اقسم عليها. هاي تعال معي، شنو عندي هنا؟ عندي هنا دي إكس، شنو مش متعلق بها؟ هذين الزوز، هذه مش متعلق بها، هذا قاعد متعلق به،
وهنا دي واي من مش متعلق بواحد على اكس. اذا عشان تقسم يا فالح على واحد زائد اي اس اكس كوساين واي، وانت تقسم جميع اطراف المعادله، ما تجيش تقول لي جزء وجزء، لا، جميع اطراف المعادله. تعال معاي، اي اس اكس كوساين واي على هادي اكس على منو؟ على واحد زائد اي اس اكس كوساين واي. وهنا شنو عندك؟ واحد زائد اي اس اكس ساين واي على منو؟ على واحد زائد اي اس اكس معاي كوساين واي دي واي هذه وتساوي صفر. قسمت عليها هنا، نرجع في الاخير نحط سي، مش مشكله في التكاملات. تعال اختصر تو، اختصر لي، تعال اختصر لي، ايوه اختصر. شوف معاي، كوساين واي مشت مع كوساين واي، واحد زائد اي اس اكس على سي اس اكس، اي اس اكس شين قعد لي؟ قعد لي اي اس اكس على واحد زائد اي اس اكس منو؟ دي اكس بتساوي ساين واي كوساين واي دي واي. تمام كويس. انا لو حطيت ناقص او زائد، انا عندي زائد وناقص، انا عادي، انا بتساوي صفر، انا عندي زائد، انا زائد او انا زائد، في الاخير بنحطها بالصفر. تمام. وهنا صفر. اذا هنا اي اس اكس واحد زائد اي اس اكس دي اكس زائد ساين واي كوساين واي دي واي بتساوي هنا صفر. تعال طوع هناخد التكامل، تكامل تكامل تكامل. اذا تكامل هنا نحط السي وريح روحك. تعال هنا، هذا كسر بسط ومقام، هنسأل روحنا هل البسط مشتقة المقام؟ واحد زائد اي اس اكس، هذا بسط، هذا مقام، وهذا البسط. هنسأل روحنا مشتقة الواحد صفر، مشتقة الاي اس اكس اي اس اكس، ايوه. اذا البسط مشتقة المقام، البسط مشتقة المقام. اذا لن المقام، كويس، لن المقام، لن المقام هذه زائد تكامل. تعال هنا، هذه تان، هذه تان، الساين على الكوساين بتان. البسط مشتقة المقام، تعال نشوف البسط مشتقة المقام هي كوساين، كوساين هنا الساين. البسط مشتقة المقام لا، ليش؟ ان الكوساين مشتقتها سالب ساين. اذا شو ندير؟ قلنا نتحايلوا، هندير السالب ساين هنا واي وهنا كوساين واي، سالب سالب. اذا هنا شنو تصبح الاشاره عندي توا؟ لن واحد زائد اي اس اكس ناقص، اصبح الان هنا سالب سالب، شفتوا معاي؟ سالب سالب، هي سالب سالب، باش يصبح الان البسط مشتقة المقام. اذا لن كوساين واي، لن كوساين واي زائد تو بتساوي سي. بتبسط عادي، هنقولوا لن واحد زائد اي اس اكس على كوساين واي بتساوي سي. تمام. ونجو احنا ناخده، طبعا هنا عادي، هنا ممكن ندير له فكره معينه. شنو هو؟ انا ممكن انا بنقولوا الاي، ممكن هذه اللين بنكتب لين سي عادي، نرمز لها باللين سي. طيب، وفي الاخير ممكن شو نقولوا؟ واحد زائد اي اس اكس كوساين واي، تمام، بتساوي سي واحد او اي ثابت، او اي ثابت. وبعدين شو نقولوا؟ هنقولوا عادي انا سي واحد، ريتها ممكن نخلوها
واحد زائد اي اس اكس معاي ضرب صفر في طرفين سي واحد كوساين واي. ممكن نخلوها صفرية وممكن نخلوها بالصورة هذه، طبعا بأي طريقة أحببت خليها عادي. المهم توصل للخطوة هذه قبل التبسيط تكون خطوة صحيحة.